تخيل، تخيل ايه؟ انت عملت ايه في حياتك عشان يبقى ده اسوأ سيناريو ممكن تشوفه في مباراة للنادي الاهلي في دور ال 32 التمهيدي قدام فرقة اول مرة نسمع عنها؟ يعني محدش ولا عبقري الكرة المصرية، عبقري الكرة او نقول ايه، الناس اللي بتطلع مع الكابتن ابراهيم فايق على القهوة، الناس اللي بيقعدوا يفكروا حسابات ومش عارف ايه واحنا ما بنفهمش، مش بنفهمهم دول، يتوقع السيناريو اللي حصل ده. حصلت دي كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، عاملين ايه حبايب قلبي، اخواتي، والله اخواتي يعلم ربنا. المهم، ندخل في المباراة. المباراة انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 ب10 لعيبة من الدقيقة 16 بعد طرد المهاجم جراديشار من التحكيم. تحكيم ايه؟ التحكيم ده يعني التحكيم الافريقي بيثبت ان لسه في تحكيم اقل بكتير من التحكيم المصري. يعني كل ماتش بالطريقه دي، يعني طرد، يعني قبلها في جوع، الواد اللي هو مدافع الفريق البوروندي ده بيدي جوع كده كان مين مش عارف، مش مذكر، عمر ولا مين، اخد كارت اصفر. التاني يا دوب جراديشار يعني ايه زغزغه كده، عمل له كده، راح مطلع له الطرد، كارت احمر مباشر وش. المهم بتبدأ المباراة من وجهة نظري بادئة غلط أصلا من الأول. تمام، ليه؟ التشكيل غلط، 7 لعيبة أساسيين، بتشيلهم تركنهم وتجيب مكانهم 7 كمان، هنقول 6 عشان الشناوي ونزلة البرد والإيجاد اللي كان عنده. ليه بتعمل كده في بداية ليه التشكيل ده؟ ليه بدايته؟ أنا مش هقدر أنتقدك ولا أتكلم عليك دلوقتي، زي ما قلت قبل كده أنا هتكلم في السوبر المصري، هنحكم في السوبر المصري، مش هنحكم عليك دلوقتي. بس ليه تغير التشكيل الاساسي؟ انت ما ضمنتش التاهل، انت ما ضمنتش ان انت اتاهلت خلاص، ليه بتعمل كده يا عم؟ نزل اساسيين واضمن التاهل، سجل هدف واثنين، بعد كده طلع، لو عايز تطلع ال11 كلهم بعم حارس تطلعه بره الملعب، وبعد كده العب براحتك. انت تخيل السيناريو ده لو حصل في الاهلي وانت هناك مثلا متعادل 0-0، او كنت لا قدر الله مثلا كنت متعادل او مغلوب 1-0 مثلا، كانت هتبقى كارثه. بعد ده يعني بعد ده كله والمصاريف واللعيبه دي كلها ومدرب وكذا وكذا، ومش هتشارك في افريقيا، كنت طلعت في افريقيا من دور ال 32. فربنا ستر الحمد لله، وجينا عدت على خير والدنيا مشيت. تالت مباراة للمدرب الجديد على تالت مباراة فوز، تكمل على خير. احنا زي ما قلنا احنا مش عايزين فوز بس، احنا عايزين فوز مع مستوى كويس واداء كويس. الاهلي انت بطل افريقيا، انت اقوى نادي في افريقيا وبتضم اقوى اللعيبه، فانت طبيعي في اي فرقه بتنزل دايس عليها، اي فريق مهما كان المستوى بتاعك، ما انت بطل افريقيا يبقى الباقي كله من تحتيك، يعني انت دايس على الكل. يعني تمسك الماتش زي على راي الكابتن، مش عايزين نقول اسمه بقى، يلا الله يسهل، طير الباكات، كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال، انا عايز، بص انا عايز ضغط، عايز هجوم، عايز تنزل من اول ماتش من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 وانت ماسك الفرقه دي هريها، اجوان واسيستات واهداف واداء وبساط وخطط. بس هو الحمد لله نقدر نقول يعني على المستوى ده ماشي الحال، زقه واحد ورا التاني، نزق الليله لحد ما الدنيا تمشي والمدرب الجديد يبدا يعرف وشغله يبان في الملعب. مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، نتكلم شويه في الفنيات. طبعا قلنا التشكيله فيه تغيير تشكيل في لعيبه كتير، في 3 لعيبه حاليا مؤقتا 3. تمام، ال3 دول لو راحوا لعبوا في ريال مدريد هينزلوا درجه تانية، ده وجهه نظري انا مش عايز ابقى قاسي على حد، بس دي وجهه نظري انا بصراحه. ليه بقى؟ عندك طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ابن الرئيس عبد الواحد، راجل محترم، راجل متدين، احنا بنتكلم فنيات يعني. وكوكا، المصيبة الأكبر هي كوكا. يعني أنا طول ال90 دقيقة أراهنك لو أنت تابعت المباراة، أراهنك لو شفت كوكا بيلعب كرة لقدام أو كرة عرضية بيرفعها لفوق، أراهنك بياخد الكرة ويبص وراه ويبصيها، اللي هو يعني بيستلم الكرة، يا جماعة الحقوني حد يجي ياخدها مني. يعني كوكا بصراحة مش طبيعي، مش طبيعي. طاهر نفس الكلام، عمر، يا جماعة والله في لاعيبة كانت المفروض مشيت من النادي الأهلي من سنتين لورا، من سنتين فاتوا، ليه مصممين عليهم؟ بيعهم طلعهم إعارات، استفاد منهم وهات، لو 3 فكتهم بواحد كويس في مركز كويس أحسن.
كرة الحمد لله الماتش عدى على خير. نشوف المباراة الجاية، تأهلنا الدور الستاشر بصعوبة، يعني احنا يعتبر من الدقيقة 15 أو 16 واحنا بنلعب ناقصين. يعني لو هتحسبها زي ما معلق المباراة قال، لو هتحسبها هتلاقيها 90 دقيقة كاملة ب10 لعيبة، فكان مجهود كبير على اللعيبة. الحمد لله طلعنا منها على خير، يعني 1-0 هناك 1-0 هنا كويس. بالنسبة لأن في مدرب جديد والأداء مش قد كده مقبول. في كوارث بتحصل، في كوارث بتحصل. أي كرة في الدفاع بتبقى خطر علينا في أي مباراة لأي فريق. يعني أي كرة عالية في ظهر دفاع النادي الأهلي تبقى فيها خطورة، سواء بقى تلاعب فريق من الدرجة الرابعة أو فريق قمة. أي كرة، بس الحمد لله يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عشان إحنا ما بنبصش تحت رجلينا، إحنا بنتكلم عشان نبص لقدام. أنت بعد كده الماتشات اللي جاية عليك مستويات أعلى وفي تنافسية أكبر. دوري الأبطال خلاص دور ال16، هتشوف مجموعتك هتلعب مع مين الناس اللي طالعة. في الدوري المصري الماتشات اللي جاية في ضرب نار وهيبقى حسم. في الكاس هتشارك في بطولات كتير. اللي فات ده كله ده حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. فإن شاء الله ربنا يوفق. من الماتش الفوز كويس، كويس حلو، بس احنا عايزين أداء كمان كويس. عايزين نحس إن في لعيبة فعلا في كل واحد في المركز بتاعه إنه واقف وثابت وعارفينه، وكلنا بنبقى واثقين فيه إن الكرة هتطلع من رجله كويسة، هيعرف يتصرف فيها، هيعرف يبصيها، يلعب لقدام. بلاش اللعب اللي هو بالعرض واللعب اللي ورا والكلام ده كله. ده احنا هنديهم عذرهم النهارده في الماتش ده عشان كنتوا بتلعبوا ب10 لعيبه، فدي حاجه يعني طبيعيه. كويس ان انت ب10 لعيبه عرفت تكسب كمان، اي نعم فريق متواضع بس برضه نقول الحمد لله عدت على خير. احبائي بالله عليكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اخوكم احمد حسين، شكرا لحضراتكم.